السلام عليكم. البروبلم بتاعت النهارده اسمها wild card matching. Given an input string S and a pattern P, implement wild card pattern matching with support for علامة الاستفهام والأسترسك where علامة الاستفهام matches any single character. أي character أيا كان هي إيه الألفابت يعني بتقابلها لما الكاركتر دي تبقى في الاس وقابلنا في البي علامه الاستفهام. لو هما الاثنين قابلوا بعض فهم بيماتشوا بعض. علامه الاستفهام في البي بتماتش مع اي كاركتر من الالفابت من الاس. طيب الاستريسك matches any sequence of characters including the empty sequence. يعني ممكن تماتش 0 كاركتر، ممكن تماتش 1 كاركتر، ممكن تماتش 2 كاركترز، اي حاجه. هنا البروبلم دي مختلفة عن بروبلم قابلناها قبل كده كان اسمها regular expression matching أو regex matching. أنا شرحناها في فيديو قبل كده، كان فيها برضو الاستريسك بس بدل علامة الاستفهام كان في الدوت. الدوت بتماتش any single character، وهنا برضو علامة الاستفهام بتماتش any single character. هنا الاستريسك matches 0 or more of the preceding element. هنا matches any sequence of characters including the empty sequence. هنا الاستريسك كانت محتاجة element قبلها، هنا الاستريسك مش محتاجة element قبلها، فده هيغير لنا في اللوجيك اللي هنشتغل عليه شوية. وبيقول لي the matching should cover the entire input string not partial. يعني لازم اماتش كل السترينج حتى لو انا خلصت الباترن بتاعي. لو انا مثلا لقيت في السترينج اس حاجات ما عملتش ماتش عليها او ما قارنتش بيها حاجة من الباترن والباترن خلاص، فكده ما ينفعش، كده اكيد هيرجع لي فولس. يعني مثلا هنا الاس بدبل اي والبي بايه واحده هترجع لي فولس، لان انا كده عملت ماتش الاي دي مع الاي دي. طب وباقي السترنج ما لسه في اي كمان والبي كده خلص، فكده ما ينفعش، هيرجع لي فولس. هنا الاس بدبل اي والبي باستريسك هيرجع لي ترو، لان الاستريسك بتماتش any sequence of characters. طيب هنا سي بي ده السترنج والباترن بكويستشن مارك بعدها ايه. السي هتماتش مع الكويستشن مارك عادي، البي مش هتماتش مع الاي، هنرجع له فولس. وبيقول لي اللينث بتاع الاس والبي ما بين الزيرو وال2000، والاس contains only lower case English letters. نفس الكلام مع البي بالاضافه لعلامه الاستفهام والاستريسك. البروبلم ده هنحلها ازاي؟ نعرف في الاول شويه متغيرات. الاي ده هيكون اتريتور بيلف على الاس، والجي اتريتور بيلف على البي. ستار ده الاندكس اللي لقينا عنده اخر استريسك، هنشيله على جنب كده بحيث نعرف نماتشه فيما بعد او نشوف العمليات اللي فيما بعد هتمشي ازاي. وماتش هتساوي 0. الماتش دي هتعرفني اخر مره عملت فيها ماتش مع كاركتر كان امتى، ونشتغل على الكيسز بتاعتنا. طبعا الالجوريثم دي هي رخمه شويه، مش انا اللي مفكر فيها بصراحه، لانها ادفانسد شويه، هي فيها شغل باك تراكنج مع جريدي الجوريثم، فيعتبر هي بره نطاق معلوماتي شويه، بس يعني حاولت افهمها عشان افهمها لكم. احنا شغالين على 4 كيسز اساسيه. اول كيس لو قابلنا علامه استفهام عادي او اي كاركتر بتماتش مع الاس، فاف جي اقل من بي دوت لينث، ده كونديشن مهمه عشان ما نطلعش بره الحدود بتاعتنا. اند يا البي اوف جي بتساوي علامه استفهام، يا البي اوف جي بتساوي الاس اوف اي. يا هنماتش الكاركتر اللي احنا عندها في البي مع الاي، يا الكاركتر دي اللي عند البي بعلامه استفهام. حاله من دول اتحققوا في نفس الوقت الجي جوه الحدود بتاعه البي ما عدتش براها عشان ما يديناش اوت اوف باوند ايرور، ساعتها هنادفانس الاي والجي لان خلاص عملنا ماتش كده. طيب كيس 2 اف وسي استريسك، الكونديشن هتكون عامله ازاي؟ نفس الكلام مع الجي اقل من بي دوت لينث اند بي اوف جي ايكوال الاستريسك، عادي جدا. الكونديشن نعمل ايه ساعتها؟ هنسجل على جنب ان اخر ستار لقيناها عند الجي دي اخر ستار لقيناها، عملنا معاها ماتشنج عند الاي، وهن ادفانس الجي بس، الاي هنسيبها زي ما هي، لان احنا هنفترض دلوقتي ان مثلا احنا ما عملناش، هنفترض ان الاستريسك دي بتماتش مع 0 كاركترز، مجرد افتراض. طيب كيس 3 نو ماتش but we saw an asterisk before. نفترض دي ما اتحققتش ودي ما اتحققتش، فساعتها في كاركتر قابلناه في البي، كاركتر عادي انجلش كاركتر، بس مش بيماتش مع حاجه مع الاس، فساعتها هنقول له لو الستار doesn't equal -1 doesn't equal -1، يعني احنا قابلنا ستار بالفعل. ما لو ما قابلناش ستار ولا حاجه من دول اتحققوا، خلاص كيس 4 اللي هي اخر احتمال خالص ان مفيش اي ماتشنج خالص ومفيش اي ستارز، هنرجع له فولس على طول، مش محتاجين نكمل في باقي السترينج او الباترن. بس هنا لو في ستار قابلناها قبل كده
بس مفيش ماتش. فنشوف هنعمل شويه عمليات. ايه هي؟ الجي هنغير قيمتها بالستار بلس ال1. الستار اخر قيمه كانت عند الجي. طيب احنا هنا بعد ما لقينا مفيش ماتشنج بس لقينا في ستار قبل كده، الستار دي هنرجع لها بس هنخليها نفترض وكأننا هنماتشها مع كاركتر، لان احنا في الاول خالص بنفترض اقل احتمال خالص اللي هو ايه؟ الستار مش هتماتش مع ولا حاجه او هتماتش مع امتي سيكونس يعني. طيب ده ما ينفعش، نرجع لها تاني نزود على الستار واحد ويبقى ده الجي الجديده، وكده هنفترض ساعتها وكأن الستار بتماتش مع كاركتر واحده. طب لو اديت حقها التاني نرجع لها تاني ونزود على الستار بلس 1 كمان، وكده الستار وكأنها بتماتش مع 2 كاركترز، وهكذا. كده احنا كل شويه بنعمل باك تراك، زودنا على الستار بلس 1 رجعنا للجي، وهنعمل ماتش بلس بلس. الماتش ده اللي اخر اندكس كنا بنقارن بيه السترنج اللي خزنا فيه قيمه الاي، وهنقول بعدها ان الاي بتساوي الماتش. فالفايده من دي حته الباك تراك، ان لما الاقي مفيش ماتشنج بس في ستار فساعتها ارجع وغير الاحتمال بتاعي. مفترض في الاول ان مفيش اي ماتشنج خالص او بتماتش امتي سيكونس، ما ينفعش الاحتمال ده، اجرب احتمال تاني انها بتماتش كاركتر واحد، ما ينفعش تاني اجرب احتمال تاني انها بتماتش 2 كاركترز، وهكذا افضل مكمل في الاحتمالات دي كلها. طيب بعد ما خلصت كل ده انا كده عملت اكزوست للاثنين خالص. ممكن يكون في الاخر زي تريلينج استريسكس كده مش بيماتشوا مع حاجه محطوطين في الاخر كده، دول اعمل فيهم ايه؟ هعمل جي بلس بلس افترض وكانهم مش بيماتشوا مع حاجه. انا خلصت الاس، لان هنا وايل الاي اقل من الاس دوت لينث، فما دام انا طلعت من دي من غير ما يحصل الريتيرن فولس ده معناه ان انا خلصت السترنج، عملت له اكزوست تمام. فلو فاضل في اي حاجه في البي بالاستريسك ده اعمل جي بلس بلس خلاص، وفي الاخر اعمل ريتيرن ان الجي ايكوال بي دوت لينث. لو بيساووا بعض فساعتها حصل ماتش بالظبط، ما سووش بعض فساعتها في مشكله، لان ممكن بعد ما اخلص دي كلها يكون في لسه كاركترز في الباترن بس مش استريسك، ممكن تكون كاركتر عاديه علامه استفهام اي حاجه. طب هقارنها مع ايه؟ والسترنج خلص، فساعتها الجي مش هيكون بيساوي البي دوت لينث، فساعتها هنرجع له فولس. ده اللوجيك بتاعنا، هو معقد شويه بس ان شاء الله تكونوا فهمتوا. جربوا كده نعمل سبميت، هو يعتبر احسن حل في كل الحلول الموجوده. انا برضو الصراحه كنت واخده من الحل ده بس عدلت عليه شويه بالشرح اللي حطيته بس كده. اتمنى تكونوا فهمتوا وشكرا.